سفاح الاهلي الجديد ديريك كوتيسا، اللاعب الاخطر في الميركاتو حاليا دلوقتي اللي الاهلي هيتعاقد معاه. اللاعب دوت مش قادر اطلعه من دماغي. اللاعب دوت اهدافه ومهارته وكل لمساته للكوره مش قادر اطلعها من دماغي حرفيا. انا جايب لكم الفيديو بتاعه هو شغال، حاجه يعني فوق الروعه بمراحل. يعني شوف الاهداف بيجيبها ازاي، وشوف صناعته كمان للاهداف. يعني بص، بيجيب اهداف وبيصنع اهداف وبيعمل كل حاجه في الكوره حرفيا. احنا كنا نسينا ان الهافات او الباكات اللي قدام بتجيب اهداف من طريقه حسين الشحات للمساته للكوره. حسين كان مذكرنا ان محسسنا ان الباكات دي بتجيب كل مثلا 10 ماتشات هدف ولا هدفين، لكن ده هداف الدوري السويسري، هداف فعلا فريقه، هداف الدوري حاليا ب 11 هدف. كوتيسا لاعب يعني مميز جدا جدا جدا. لاعب هتحطه في اي حته هيلعب لك شمال يمين، بيحط ار2 زي ما انت شايف، حاجه جامده جدا جدا جدا. اللاعب بص يعني مهارته، بص يعني مهارته جامده جدا. مهارته بسرعته بلياقته، من اول دقيقه لحد اخر دقيقه بيجري، بيعمل كل حاجه في الكوره حرفيا. اللاعب دوت لو الاهلي ما تعاقدش معاه هيخسر فعلا. اللاعب دوت لو الكور بتاعته، الاسيستات اللي بيعملها دي لو دخلت اهداف، كان القيمه بتاعته اللي هي حاليا 400 مليون يورو، كان هيبقى مثلا 700 و800 مليون يورو، كان هيبقى في حته تانية خالص، والاهلي حتى مش هيقدر يقدم له عرض. اللاعب دوت على رضا النادي الاهلي، والاهلي خلاص بيخلص فيه. المفروض النهارده او بكره بالكتير قوي بعد اعلان عن صفقه اشرف بن شرقي، خلاص الاهلي خلاص بيخلص في اللاعب دوت، وقريب جدا هيجيب اللاعب دوت. القيمه بتاعت اللاعب طبعا زي ما احنا قلنا 400 مليون يورو، طبعا يعني تقريبا مليون ونص دولار. طبعا هداف الدوري السويسري ب 11 هدف، وكمان في 19 مباراه فقط لعبهم من طبعا اللاعب من اصول انجوليه. طبعا هو بيلعب في الدوري السويسري اللي بيلعب فيه، اللي بيدربه النادي بتاعه بيدربه المدرب فايلر. طبعا المدرب فايلر اللي كان ماسك هنا نادي الاهلي ايام الكورونا. فاللاعب دوت يعني ما اقولكوش، بص انتوا شايفين الاهداف بتاعته عامله ازاي، اهداف جامده جدا جدا جدا. بيحط بشماله ويمينه على فكره، يعني ما عندوش اي مشكله برجله الشمال او رجله اليمين، وبيصنع اهداف جامده جدا جدا جدا، ولكن بتضيع الاهداف دي فعلا لو جت واللاعب دوت خد الاسيستات ديت او خد الارقام اللي بيتعمل له بيها الاسيستات ديت، كان هيبقى في حته تانية خالص. اللاعب ده من افضل لعيبه الدوري السويسري، ومن افضل لعيبه ومن افضل الهدافين في الدوري السويسري. فايلر، في بعض الناس بتطلع تقول ان فايلر واقف في صفقه اللاعب، لا يعني فايلر مرحب جدا جدا بان هو اللاعب يسيبه، علشان هو هيستفاد منه كمان بالمبلغ دوت، وهيجيب لعيبه تانية. وهو قال ان اللاعب دوت يعني ستايله كده يليق على نادي الاهلي، وطريقه لعبه هتعجب الاهلي، وكمان هيحط الدوري المصري ده في حته تانية خالص. يعني اللاعب مش هيغير بس طريقه الاهلي في اللعب، لكن هيغير لعبه في الدوري المصري خالص. يعني الدوري المصري مش هيبقى بالنسبه له، هيبقى عادي جدا جدا بالطريقه اللعب اللي هو بيلعبها ديت. اللاعب بيعمل اسيستات جامده جدا جدا، وبيعمل مهاره جامده. وكل اللي عجبني في اللاعب ان هو بيلعب من اول دقيقه لحد اخر دقيقه في الملعب، ما بيتعبش، يعني بمعنى الكلمه ما بيتعبش فعلا، وبيجيب اهداف زي ما انتم شايفين كده. بص الاهداف، وبص صناعه الاهداف كمان. يعني انت قبل ما بيجيب لك هدف، اللاعب ده بيصنع لك هدف. يعني هو ما بيطمعش في الكوره اللي هو هيحطها او مستحق ان هي تيجي في الجون بيسددها في الجون. الكوره اللي تستحق ان هي تتباص للاعب تاني صاحبه بيبصيها لصاحبه، فما بيطمحش في اي لعب خالص. اللاعب دوت مميز جدا جدا جدا. الفتره اللي جايه لازم الاهلي فعلا يتكثف التعاقد مع اللاعب دوت، علشان خاطر اللاعب دوت الاهلي مش هيقدر يعوضه تاني في الصفقات الحاليه اللي جايه للاهلي. حتى بعد ايفرتون طبعا، دخول الاهلي مع اللاعب ايفرتون، انا مش شايف ان اللاعب ده افضل من ايفرتون بكتير، بمراحل كبيره جدا جدا جدا. اللاعب ممتاز، واللاعب روعه، واللاعب بيعمل كل حاجه في الكوره. انا بصراحه يعني انا خايف ان بعد الفيديو دوت
احسد اللاعب ده واللاعب ده يجرى له حاجه. انا مش قادر اطلعه من دماغي خالص. اللاعب ده ممتاز جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. اللاعب يعني انا اتفرجت على الفيديو ده كذا مره، وجبت لكم ملخصاته، وجبت لكم لمساته، وجبت لكم تحركاته، وجبت لكم اهدافه، جبت لكم كل حاجه في اللاعب في الفيديو ده. كل ده هتشوفه في الفيديو ده. زي ما انت شايف كده بيعمل سرعته على فكره، يعني ما نتكلمش على السرعه كمان، السرعه بتاعته جامده جدا جدا. وعلى فكره هو بيسدد بالمينو، بس لو جات له الكوره بشماله بيحطها برده وما بيهمهوش، بيشوط وبيسدد وبتيجي معاه يعني اهداف كثيره جدا جدا سجلها برجله الشمال. وطبعا يعني شفت له كمان اهداف بدماغه. يعني اللاعب مميز من كل الطرق ومن كل الجوانب. اللاعب يعني جامد جدا جدا. يا كابتن محمود، يا كابتن محمود يا خطيب، لازم اللاعب ده تجيبه. وبعد كده احنا مش عايزين اي حاجه تاني من نادي الاهلي او من الصفقات في يناير. احنا كده خلاص اتعشت معانا بمعنى الكلمه. اللاعب ده لازم يجي نادي الاهلي، لازم اللعيبه، لازم الجمهور، ولازم الاعلاميين كله يخش في الصفقه ديت، علشان الصفقه ديت داخله دماغي ومش قادر اطلعها من دماغي خالص. الصفقه دي ممتازه، صفقه ديريك كوتيسا، لاعب ممتاز. الاهلي مش هيقدر يعوضه ومش هيقدر، ولو الاهلي ما خلصوش في يناير ده مش هيقدر يجيبه تاني، والقيمه التسويقيه بتاعته هتعلى زياده وهتبقى قويه جدا جدا جدا. كوتيسا المفروض يكون اهلاوي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على اللايك وتعمل اشتراك، عشان نوعيات الفيديو ديت، نوعيات الفيديوهات دي هنطلع على طول معاكم بيها ان شاء الله، وهنجيب لكم ملخصات اللعيبه اللي الاهلي بيتعاقد معاها. وفي النهايه شكرا لكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.